ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن الله خلق الناس لحكمة عظيمة، فلم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، بل خلقهم لحكمة وأحكم خلقهم وأخبرهم فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعث لهم الرسل يدعونهم إلى التوحيد والهدى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجعل لهذا يا عباد الله مكانا خلقه للإنسان، وجعل له أجلا ينقضي فيه، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وجعل لهذا زمانا، وجعل له انقضاء، وكتب على الأرض ومن فيها الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأشرف عباده: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وبين لكم ونبهكم عباد الله فقال: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لينتقل العبد يا عباد الله من دار العمل إلى دار الجزاء. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن رحمة الله يا عباد الله بالإنسان أن جعل للإنسان في الدنيا عبرا بها يعتبر وبها يتذكر. وإن من تلك العبر يا عباد الله مرور الليالي والأيام وانقضاء الأشهر والأعوام. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. والنذير يا عباد الله هنا هو الشيب الذي ينذر الإنسان بقرب الارتحال من هذه الدنيا. الله عز وجل
يقلب لنا الليالي والأيام لنعتبر بها يا عباد الله. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وفي مرور الأعوام يا عباد الله زيادة في إقامة الحجة على العبد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60. وإننا يا عباد الله نودع عاما هجريا شهيدا ونستقبل عاما هجريا جديدا، وإن لنا في ذلك لأكبر العبر لمن نظر وتفكر وتأمل وتدبر. أعوام مرت بنا تطوينا ونطويها، عام انقضى من أعمارنا قربنا إلى أخرانا، عملنا فيه ما شئنا وذهب بكل ما فيه، لكن ورب الكعبة بقيت فيه أعمال أحصيت علينا من خير أو شر. يقول الإنسان منا بانقضاء عام: زاد عمري سنة، وذاك حق من جهة العدد، لكنه من جهة الحقيقة نقص يا عباد الله. فالعمر معدود والأجل محدود، وما ذهب منه نقص لا يعود. والأعوام خطوات نمشيها تقربنا إلى الآخرة، والله أعلم متى تنتهي الخطوات. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. والأجل يا عباد الله ليس فيه إنظار ولا تأخير، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. عباد الله معاشر الضعفاء، إن مرور الليالي والأيام وتتابع الأعوام يذكرنا بالموت، وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام يعبد ربه ويتهجد، فقال: يا أيها الناس اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وتذكرون الموت يا عباد الله ليس لنشقى في الدنيا، وإنما لنستعد لما هو خير وأبقى. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. عباد الله إن مرور الأعوام وتغير أحوالنا فيها وانتقالنا في مراحل الحياة من قوة إلى ضعف، وإدراكنا من أنفسنا أننا نفقد بعض ما كنا عليه لينادي علينا أن الفرص تقل، وأن العاقل منا من أدرك نفسه فاجتهد فيما بقي له من قوة. وما حالاتنا إلا 3: شباب ثم شيب ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت. نظر ميمون بن مهران يوما إلى جلسائه فرأى شيوخا قد بيضت شعورهم، فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا أدرك؟
قالوا الحصاد، ثم نظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لنا: يا عباد الله، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وإن العامل في الدنيا يا عباد الله الذي يعمل فيما يرضي الله يكون يوم القيامة من الفائزين الحامدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وأما المفرط المسوف يا عباد الله فإنه يكون يوم القيامة من النادمين. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. عباد الله، إن كل واحد منا يقول عند نهاية العام: ما أسرع الأيام، ما أسرع الأيام. في العام الماضي كنا نودع عاما ونستقبل عاما، وقد يكون الخطيب قد ذكرنا بمرور الأيام والأعوام وما فيها من العبر، وها نحن اليوم نودع عاما ونستقبل عاما. مر عام كامل، والله ثم والله كأنه لحظات. إذا نظرنا في هذا الأمر يا عباد الله فإنه يكشف لنا حقيقة الدنيا. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا يا عباد الله مثل الحياة الدنيا، إنما هي كزرع اشتد فإذا به يكون حصيدا. هذا هو حالنا في الدنيا يا عباد الله. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالدنيا يا عباد الله سريعة غرارة متقلبة كرارة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. والفائز يا عباد الله من أعمل الدنيا في فكاك نفسه من النار والفوز بالجنة دار الأبرار. والخاسر من اغتر بالدنيا ورضي بها وبزخارفها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والأخذ من زهرة الدنيا يا عباد الله لا يعاب به الإنسان شرعا، لكن الهلاك يا عباد الله في أن يقدم الإنسان الدنيا على الآخرة. يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى
حتى زرتم المقابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. ألا ننظر إلى حالنا يا عباد الله؟ بسط الله علينا من زهرة الدنيا، وإن الكثيرين منا قد تنافسوا في الدنيا وتحاسدوا وتدابروا وتقاطعوا والعياذ بالله، فكان حالهم ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأصحابه يوما: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نكون كما أمرنا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتقاطعون. أسر تشتتت يا عباد الله بسبب أن الدنيا قد بسطت عليها. أخ يعادي أخاه، بل ابن يعادي أباه بسبب زهرة الدنيا. تنافسنا في الدنيا وألهتنا الدنيا عن الآخرة، وأصبح الواحد منا يفكر في دنياه أعظم من تفكيره في أخراه، وإن هذا يا عباد الله لمن أكبر المصائب. فلنقف مع أنفسنا وقفة يا عباد الله، ولنتدبر في أحوالنا، فإن الموت قريب منا، إن الموت قريب منا. والله إن الواحد منا لا يدري هل يقوم من مجلسه، لا يدري هل يكمل كلامه، لا يدري متى يأتيه الموت. فلنتق الله عباد الله، فإن وراءنا أمورا عظيمة، ولننظر إلى ما أمامنا لعل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، إن هذا العمر الذي يمر مع الأعوام، وإن هذا الشباب الذي نبليه لن يذهب هدرا، وسنسأل عنه في يوم عظيم، في يوم عظيم. فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إننا يا عباد الله في هذه الأعمار سنسأل عن هذا الشباب، وعن هذه القوة، وعن هذه القدرة فيما أبليناها. هل أبليناها فيما يرضي الله عز وجل، أو أننا والعياذ بالله قد حاربنا الله عز وجل بنعمه وعصينا الله عز وجل. وسنسأل أيضا عن عمرنا كله من أوله إلى آخره، من وقت تكليفنا إلى أن فارقنا الدنيا، ماذا عملنا فيه، وفي أي شيء أفنيناه،
أفي خير أمضيناه أفي خير أمضيناه أم في غير ذلك أفنيناه والعياذ بالله. ونحن في أعمارنا يا عباد الله نكتسب أمرين ننفق منهما، أما أحدهما فهو المال وسنسأل عنه بين يدي الله عز وجل. وحقيقة المال يا عباد الله ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. ما الذي يخرج عن هذا يا عباد الله؟ والله لا يخرج عن هذا شيء، لكن العبد سيسأل يوم القيامة عن هذا المال من أين اكتسبه، أمن طريق الحلال أم من غير ذلك، وفيما أنفقه. أما الأمر الثاني الذي نكتسبه في أعمارنا يا عباد الله فهو العلم الذي نسمعه في الخطب، نسمعه في الدروس، وكل هذا من العلم. وسنسأل بين يدي ربنا سبحانه وتعالى ماذا عملنا في ذلك العلم. إن العلم يا عباد الله الذي نسمعه في الخطب مثلا ليس لتمضية الأوقات، وليس لتسلية النفوس، وليس لهز الرؤوس، وإنما لنصلح أعمالنا ونصحح مسيرنا إلى الله عز وجل، وهو حجة لنا أو حجة علينا. وسيسألنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذا العلم الذي تلقيناه ماذا عملنا فيه. فاتقوا الله عباد الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا عباد الله. وحاسبوا أنفسكم اليوم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أخف لحسابكم غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على ربكم يا عباد الله لا تخفى منكم خافية، كل أموركم بين يدي ربكم علانية. هناك يكون التغابن يا عباد الله. فاتقوا الله عباد الله وتأملوا في سيركم إلى الله، فمن وجد خيرا فليعلم أنه بفضل الله، ووالله لولا الله ما اهتدى إلى ذلك الخير، فليشكر الله على ذلك الخير وليسأل الله أن يثبته على ذلك الخير. وإن وجد غير ذلك ولا بد أن يجد، فإن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن وجد غير ذلك فليقف مع نفسه وقفة صادقة وليكن أوابا توابا رجاعا إلى الله، فإن الله يقبل التوبة يا عباد الله ويغفر الذنب ويفرح بعبده التائب إذا أقبل إليه. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه بمقدار سيركم إلى الله يكون الله لكم. فمن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولة. وإن ربكم يا عباد الله عند ظنكم به فلتظنوا بربكم ما شئتم. وإن ذكرتم ربكم في أنفسكم ذكركم الله في نفسه، وإن ذكرتم الله في ملأ ذكركم الله في ملأ خير منه. فالعاقل منا يا عباد الله، العاقل منا يا عباد الله من أيقن تمام الإيقان أنه غدا مسؤول سؤالا عظيما، فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا حتى ينجو يوم العرض على الله عز وجل. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ
بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من المرضيين، اللهم اجعلنا من المرضيين، اللهم اجعلنا من المرضيين، اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أكرمتهم بحبك، اللهم اجعلنا ممن أكرمتهم بحبك، اللهم اجعلنا ممن أكرمتهم بحبك يا رب العالمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين طالت أعمارهم وصلحت أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارنا في طاعة، اللهم أطل أعمارنا في طاعة، اللهم أطل أعمارنا في طاعة. اللهم من علمته منا على خير مقيم اللهم فزده خيرا إلى الخير يا رب العالمين. اللهم ومن علمته على معصية اللهم فارزقه توبة صادقة يا رب العالمين، اللهم فارزقه توبة صادقة يا رب العالمين، اللهم فارزقه توبة صادقة يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا يا رب العالمين. اللهم من علمته مهاجرا لأخيه أو قريبه أو جاره في دنيا اللهم فاهده يا رب العالمين. اللهم صل من قطع يا رب العالمين، اللهم صل من قطع يا رب العالمين، اللهم صل من قطع يا رب العالمين. اللهم اجعل عامنا القادم خيرا وبركة وهدى يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في قواتنا، وبارك لنا في عافيتنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في أهلنا، وبارك لنا في جيراننا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في بلدنا، وبارك لنا في ولاة أمرنا، وبارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا يا كريم. اللهم زدنا من النعم، اللهم زدنا من النعم، اللهم زدنا من النعم. اللهم ما كان من خير في هذا البلد اللهم فثبته وزده يا رب العالمين، وما علمت من غير ذلك اللهم فادفعه عن هذا البلد يا رب العالمين. اللهم زدنا خيرا إلى الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.